أيها المريض، هل ناجيت ربك؟ هل دعوت الله عز وجل؟ الواحد منا ربما إن كان ميسورا ربما يطوف عدة دول يبحث عن الشفاء. هل قلت يوما يا رب عجز الناس؟ كان أحدهم، وقد ذكرتها لكم مرارا، كان أحدهم عنده مرض في القلب، فذهب إلى إحدى المستشفيات فقالوا له مهلتك 4 ساعات، إما تذهب إلى الأردن أو تموت. وقال له بعض الأطباء أنصحك لا تتعب نفسك، أنت ميت. وهذا الشخص أعرفه، أنت ميت لا تتعب نفسك. قال فرجعت إلى بيتي منكسرا، لكن كان عنده ثقة بالله. قال رجعت أصلي وأبكي وأقول يا رب عجز الناس عن شفائي وأنت الشافي، أما البشر يا رب قد عجزوا، أما البشر يا رب ما عندهم قد فعلوا، أما البشر يا رب قد أقنعوني بأنهم ما يستطيعوا فعل شيء، بل حددوا له موعد الموت وليس لهم ذلك، إنما هي تقديرات. قال فجعلت أصلي وأبكي وأدعو، أين أنت؟ هل دمعت عيناك أيها المريض بين يدي ربك؟ ارجع إلى ربك. قال فجعلت أدعو وأبكي وأتحسن مدة شهر. أين 4 ساعات؟ مرت 4 ساعات، مرت 4 أيام، مرت 30 يوما وهو يتحسن. ثم بعد أن تحسن رجع إلى تلك المستشفى ففحصوا له فقالوا له أين سويت هذه العملية؟ قال لهم ما لكم؟ قالوا القلب سليم، ما بقي إلا قليل التهاب بالشرايين. قال وإذن هذا الالتهاب بقي به أسبوع صلاة وتنتهي الأمور إن شاء الله. هل أنت واثق بالله